نكمل اللي بعده على طول. رابع محاضرة معانا أو تقريبا تعتبر من أهم المحاضرات في منهج الفارما. برونكيال أزمة تراكس، شرح لأدوية الرب، السي او بي دي أو البرونكيال أزمة على نفس السياق. أول حاجة definition، بيقول لك الربو ده مرض كرونيك في الشعب الهوائية، بيحصل فيه كرامبس انفلاميشن، زيادة في الإفرازات، بيظهر في شكل كافينج أو ويزنج أو difficulty في الإكسهال. تمام. نشوف بقى الأدوية. الأدوية طبعا شرحها هنا سيمبل، لكن إحنا هنشرح في الفيديو شرح ديتيلز في كل نقطة. نشرح اللي هنا الأول بعدين نخش على الديتيلز. هنعمل بس تقسيم للشاشة عشان مش كل شوية نفتح البي دي إف. خلي بس دي كان تحت وهنجيلها تاني. أول حاجة بيقول لك البيتو أجونست، منشطات مستقبلات بيتا 2. بيقول لك فيها شورت أكتنج ولونج أكتنج. نشوف بقى هي يعني إيه أصلا بيتو، منشطات بيتو ده. بيقول لك يعني إيه مستقبلات بيتو أصلا. بيقول لك في جسمنا في مستقبلات على الخلايا بتستقبل إشارات معينة في الشعب الهوائي، في مستقبلات اسمها بيتو ريسبتورز. لما بتتنشط بيحصل إيه؟ بتسبب ارتخاء العضلات الشعب الهوائية، وده بيوسع الشعب الهوائية وبالتالي النفس يتحسن. طيب يعني إيه بقى منشطات البي 2؟ في أدوية زي السالبيتامول والسالميترول تشتغل إنها تنشط المستقبلات ديت، فعشان كده توسع بقى الشعب الهوائية. وفي بقى لونج أكتنج وشورت أكتنج منها. أنواعها شورت أكتنج بي 2 أجونست زي السالبيتامول وتيوروباتالين. بتشتغل بسرعة. يعني شورت اكتنج، الفرق بين الشورت اكتنج واللونج اكتنج. شورت اكتنج يعني بتشتغل بسرعة بس تقعد قليل، أو بيقول لك إيه، تستخدم في النوبات الربو الحادة، الأكيوت، الحاجة العادية يعني. مفعولها بيقعد 4 ل6 ساعات وبيشتغل في خلال دقايق. تمام. في اللونج اكتنج بقى زي السالمترول والفيرومترول. تمام. تشتغل ببطء، أبطأ شوية، بس مفعولها بيشتغل لمدة 12 ساعة، وممكن يطول أكتر من كده. تستخدم للوقاية مش للطوارئ. تمام. ده بالنسبة للبي 2. طيب يا سيدي، خشينا على الأنتي كولينرجيكس. بيقول لك مضادات الكولين. بيقول لك بقى زي الإبراتروبين. إبراتروبين بيستخدم في حالة الربو المزمن أو لما يكون المريض مش مستحمل. تمام. تأثير العصب الحاد. نشرح الحتة دي. ماشي. آم، بيقول لك في حالات الربو، أو لما يكون المريض مش مستحمل الربو يعني، أو الحالة تخش دخل في كرونيك، فبيمنع تأثير العصب الحائر. طيب يعني إيه بقى عصب الحائر؟ لازم نفهم الحتة دي. يعني إيه الفيجاس نيرف؟ بيقول لك عصب تابع الجهاز الباراسمبثاوي، باراسمبثيك نيرف سيستم. من وظيفه إنه بيزود انقباض العضلات المساء اللي في الجسم زي عضلات الشعب الهوائية، بيخليها تضيق. تمام. اللي هو الفيجاس نيرف ده. فلما العصب الحقيقي يشتغل الشعب الهوائية هتضيق، وده كده عملنا مشكلة أكبر إن إحنا عايزين نوسع، فهو كده بيضيق، فكده صعب التنفس زي في مرضى السي او دي. تمام. طيب، مضادات الكولين زي الإبراتروبيم ده بيعمل إيه؟ بيشتغل إنها تمنع العصب الحائر من إرسال الإشارات، فبالتالي يمنع التضييق اللي هو بيعمله ده. فده يعمل إيه؟ يوسع الشعب الهوائية ويحسن التنفس، وده اللي إحنا عايزينه. طب ليه بقى بنستخدمه؟ بيقول لك في حالات الربو، في حالات المريض اللي مش قادر
يتحمل أدوية البيتو أجونست زي السالبوتامول اللي لسه قايلين عليها، سواء بسبب الأعراض الجانبية أو أمراض قلبية، فده بديل للبيتو أجونست. تمام. تالت حاجة ثيوفلين. الثيوفلين ده بيقول لك هو موسع للشعب عن طريق تظبيط إنزيم الفوسفاميديتريز اللي بيزود ال CAMP. تمام. هو بيزود ال CAMP. هنشرح الحتة دي عشان أنا قلت لكم هنا سيمبل، فعايزين آه، نشرحها على طريقة أوسع. بس الثيوفلين ده بيعمل إيه؟ وظيفته الأساسية بيشتغل كموسع للشعب الهوائية، يعني برونكودايليتور. تمام. الميكانيزم بتاعه بيثبط انزيم الفوسفوديتريز الBDE. نفهم بقى انزيم الفوسفوديتريز ده بيعمل ايه. في انزيم بيقول لك اسمه فوسفوديتريز. تمام. شغلته انه بيكسر ماده اسمها CMP. فاحنا نعمل ايه بقى؟ احنا مش عايزين نكسرها. يعني ايه بقى CMP؟ بيقول لك سانسيليك ادينوز مونوفوسفات. دي مادة داخل الخلايا، وظيفتها إن هي بترخي العضلات الملساء في الشعب الهوائية، فالشعب تتوسع. فكل لما زادت كمية CMP ده، الشعب تتوسع أكتر، التنفس يبقى أسهل. فإحنا بقى مش عايزينه يكسرها. فثيوفلين يعمل إيه؟ يمنع تكسير CMP عن طريق إنه يثبط إنزيم الفوسفوديتريز. ده بقى يخلي CMP يزيد في الخلية، وبالتالي يحصل توسيع في الشعب الهوائية. فواحد هيقول لي مثلا طب ما CMP ده زاد في الأول. اقول لك طيب ما الفوسفوداتريز ده هو اللي بيكسره، فاحنا بقى بنظبط الانزيم ده عشان يفضل CMP عالي. تمام. بيقول لك ملاحظات: تأثيره أضعف بالمقارنة مع أدوية زي البيتو أجونست زي سالبيتامول. تأثير الثيوفيلين أقل منه بشوية، وعنده سنسيتيفيتي ممكن هاي سنسيتيفيتي، هايبر سنسيتيفيتي كمان. الفرق بين الجرعة المفيدة والجرعة السامة صغير، اللي احنا كنا شرحناها. IT اندكس ده اللي بتقسم الجرعة السامة على الجرعة المفيدة، وبيطلع لك رقم ده بيديك IT اندكس ده احنا كنا شرحناه في المحاضرة بتاعت الاوتونوميك نيرفس سيستم، او تقريبا يعني تقريبا شرحناها في محاضرة الفارماكوداينامكس، لأن هي كانت مكانها هنا. تمام. لأن معذرة يعني المحاضرات كتير، فممكن الواحد يكون متلخبط شوية. لو زادت الجرعة بقى ممكن إيه اللي يحصل؟ ممكن يحصل convulsions أو arrhythmia. عشان كده لازم تتابع مستوى الدواء في الدم. ما ينفعش حد ياخده يعني يقول لك استشارة طبية من الآخر. تمام. ده الثيوفيلي. الكورتيكوستيرويد بقى سهلة. يقول لك عن طريق البخاخات. بيتمضمض بعد البخة. ممكن يعمل سايد افكت بتاعته التهابات في الفم أو بحة في الصوت. استخدامه وقاية يومية، بس حاجة بسيطة يعني مش للطوارئ خالص. بيستخدم في النوبات الشديدة لو البخاخ ما يكفيش. بنديله بريدوزونول. ده يعتبر كورتيكوستيرويد برضه، عن طريق الفم أو IV أو IM بارنترال يعني في المدة. في بقى خامس حاجة ماست سيلز ستابلايزرز. بيقول لك مثبطات الخلايا البدينة. يعني ايه بقى الخلايا البدينة؟ سيبك انت من الكلام اللي هو كاتبه هنا بالمصري. احنا عايزين نفهم الكلام اللي انا كاتبه عفوا بالمصري، لكن عايزين نفهم آه يعني ايه بقى. انا حبيت ان انا اجيبها بس بره عشان PDF ما يكونش كبير. وكده كده المذاكرة من PDF ذات نفسه اللي هنا ده مش هتضرك في حاجة، لكن دي للفهم. يعني ايه الماست سيلز؟ دي خلايا موجودة في الجسم، بيقول لك في الجلد أو الرئة والأنف والأمعاء. دي جزء من المناعة. وظيفتها لما الجسم بيتعرض لحاجة زي ألرجين مثلا، ألرجي حساسية، إيه، مثير للحساسية، الخلايا دي بتفرز مواد كيميائية زي الهستامين أو
ليكوترايين أو مواد تانية بتسبب الالتهاب وتعمل كرامبس في أو برونك كونستراكشن في الشعب الهوائية. برونكو كونستراكشن يعني برونكو كونستراكشن يعني تقلص في الشعب الهوائية. تمام. يعني إيه بقى الماست سيلز ستابلايزرز دي؟ أدوية زي كريمولاين صوديوم تشتغل على إنها تمنع الخلايا دي من إنها تفرز المواد دي، المواد اللي هي بتعمل برونكو كونستراكشن، فبالتالي بتقلل فرصة حدوث تخلص أو انفلاميشن في الشعب الهوائي. تمام. طب بتستخدم إمتى؟ مش بيقول لك مش في أثناء النوبة، لكن كوقاية قبل التعرض. يعني لو حصل انفلاميشن تتاخد قبلها. آه، بيقول لك يعني هي تعتبر وقاية مش علاج، معظم وقاية بس مش علاج. يقول لك خصوصا في حالات الربو الناتج عن تمارين أو حساسية الأنف أو الربو التحسسي اللي عنده حساسية، فهي تعتبر وقاية بس مش علاج. تمام. ده الماست سيلز ستابلايزرز. احنا كده اتفقنا الماست سيلز ده خلايا موجودة في الجسم، فلما الجسم يتعرض لألرجين، حاجة بتعمل حساسية، فالجسم بيفرز هستامين وليكوتراين، فالمواد ديت بتسبب التهاب. فاحنا نعمل ايه؟ احنا نديلهم الادويه دي فتقلل المواد الهستامين والليكوتريين، فبالتالي الجسم ما يعملش التهابات. سادس حاجه آه... لوبترين انتاجونست. انتاجونست يعني مضاد، دي شرحناها في محاضره فارماكو داينامكس. يعني ايه الالكترونات دي؟ الالكترونات دي مواد كيميائيه بيطلعها الجسم، خصوصا من الخلايا المناعيه زي الماست سيلز. تمام. اتفقنا. تمام. لما الجسم يتعرض لألرجين أو انفلاميشن أو سنسيتيفيتي. تمام. وظيفته إيه بقى؟ الإلكترونات بتسبب تقلص في عضلات الشعب الهوائية، يعني النفس بيبقى صعب، صعب المأمورية علينا. ف... وبيعمل كمان التهاب وانتفاخ في بطانة الشعب الهوائية، وبيزود إفراز المخاط، فوجودها هيساهم بالتالي في أعراض الربو والحساسية. طيب نعمل إيه بقى؟ إيه مضادات الإلكترين ديت؟ في بيقول لك مونتيلوكاست وزافرولوكاست. بيقول لك بتشتغل على انها تقفل مستقبلات الالكترونات ديت في الشعب الهوائيه، يعني بتمنع الالكترونات انها تعمل كرامبس او انفلاميشن. تمام. تستخدم فين؟ بيقول لك في حالات الربو الخفيفه، لما يكون ربو ناتج عن سيستفتي او بسبب الاسبرين. تمام. فهي برضو تعتبر حاجات في الحالات البسيطه، مش في كورونا. تمام. كده خلصنا الحمد لله يعني. يا رب نكون وصلنا المعلومة بأسهل طريقة. بيقول لك بقى خطة العلاج دي حاجة بسيطة يعني، مش مهمة قد كده. نصيحة مهمة للمريض بقى، بيقول لك دايما يشيل بخاخ، بيتمضمض بعد استخدام بخاخ الكورتيزون، يراجع الدكتور لو لاحظ زيادة في الأعراض. هنا بقى بيقول لك لو في نوبة حادة، دي حاجة مهمة بقى، دي الخلاصة يعتبر. لو في نوبة حادة بياخد سلبيتامول بخاخ زي الكورتيزون أورال. لو رابو متوسط كونتينوس يعني شغال، يعني يعتبر مش قوي يعني، يديله كورتيزون بخاخ زائد بيتو لونج اكتنج. لو في سيفير، لو رابو واس سيفير تديله كورتيزون اورال زائد علاج وقائي زي اللي كنا بنقول، اللي هو زافرولوجاست ولا حاجة. تمام. في البيدياتريك بقى ممكن الكرومولين أو مضادات الليكترين اللي خدناها فوق. تمام. أتمنى تكون المحاضرة وصلت بسلاسة، ولو في أي حاجة رقم الواتساب موجود، وجروب التليجرام متنساش تخش فيه عشان لو في أي استفسارات. وشكرا لحسن استماعكم.